مساء الخير، اخبارك؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عايز اتكلم معاكم على معلومه على السريع كده. انا قلت لكم قبل كده كان في سلسله فيديوز موجوده عندي على اكونت التيك توك وعلى الاكونت البلاتفورم اللي هي العلامه الحمراء والزرقاء والاصفر. تمام. على موضوع الرضاعه، احنا قلنا مهم قوي قوي ان احنا ناخد بالنا من الحته دي كويس، ونفهم التكنيكس الصح في موضوع الرضاعه عشان خاطر نسهل الموضوع علينا ونقلل ان يحصل عندنا مشاكل، سواء كان في النبلز او كراكس او تعويره والى اخره من الكلام ده، وجروح اللي ممكن تعمل لك بعد كده مشاكل او خراج او تعمل لك سيست اكياس ويبقى ليها تبعات تانيه مش لطيفه على المدى البعيد. الفيديوز دي كلها اسمها سلسله عشان تعرفي اكتر عن نفسك او معلومه عشانك، سلسلتين موجودين تقدري تتابعيهم وهتستفيدي جدا جدا من الكونتنت والمحتوى اللي فيهم. في بيخص موضوع بقى انشاء البقره والجراحات، وفي جزء ليه علاقه بالعمليات بيكون بس على الاكونت الاحمر عشان ده اللي متاح فيه ان انا اتكلم او ابين حتى العمليات اللي بتتعمل، سواء كان عمليات قيصريه استئصال او عمليات تجميل وازاله الدهون وجزء من الجلد من بعد القيصريه مع القيصريه، وده اوبشن بنعمله ان احنا بنعمل جراحات تجميليه مع القيصريه بيكون افيشنت جدا وجميل، وبنعرضك اللي هنقول مشاكل تخدير اقل واستجابه اعلى، ونقلل ان انت تحتاجي تدخلي عمليه اكتر من مره. ده يكون كله متاح ان شاء الله على الاكونت بتاع اليوتيوب. انا قلت بعدين بقى يعني عشان اوكي. موضوع الرضاعه الطبيعيه مهم جدا جدا. اثناء الرضاعه الطبيعيه ان احنا تو ستارت البريست فيدنج از سون از بوسيبل. دلوقتي انا خلاص ولدت، بحاول اعمل ده بدري جدا جدا. ليه بدري جدا جدا؟ عشان في جزء من الموضوع ده ليه علاقه بافراز هرمونين مهمين جدا اللي هو برولاكتين واكستوسين، بيكونوا معتمدين على عمليه الساكلينج والسكين تو سكين بتاعت الام مع الطفل. دي من الحاجات اللي بتحفز عندك هرمونز وبتحسنها، فبتعمل افراز اكتر هرمون برولاكتين والاكستوسين. الاثنين مسؤولين عن واحد فيهم تكوين اللبن وتجهيزه، والاخر مسؤول عن عمليه ادرار اللبن واخراجه. فمهم جدا السكين تو سكين كونتاكت ما بين الام والطفل بعد الولاده مباشره. دي بوينت رقم واحد. بوينت رقم اثنين، عمليه الساكلينج مهمه جدا جدا جدا. وعشان تمشي بشكل كويس واقدر اضمن ان البيبي مش هيحصل له مشاكل او ان هو مش هيرشق او الى اخره من الكلام ده، بيكون ليها تكنيكس معينه بعملها عشان خاطر اتجنب الكومبليكيشنز بتاعتها. فمهم جدا قبل البروسيس دي ان انا لو حتى اي كريمات او حتى اي حاجه على الثدي يتم تنظيفها وازالتها تماما. تمام، ده رقم واحد. رقم اثنين، تنظيف المنطقه بتاعت الهاله وليس الحلمه فقط، لان في ناس فاهمه موضوع الرضاعه غلط ان انا بحط الحلمه فقط في الفم بتاع الطفل النبل وبكتفي بكده. لا، هو ليها تكنيك ولازم يكون عامله بروبر سبورتنج عشان خاطر ما يبقاش الثدي نفسه كله نازل على البيبي فقافل بقه وقافل مناخيره ومأثر على التنفس عنده. فليه تكنيك ان لازم يكون في سم سورت اوف هولدنج، لازم اكون شايله البريست بايدي عشان ما يبقاش الوزن كله نازل على الوش بتاع البيبي. وتكنيك البوزيشننج بتاع البيبي مهم جدا، انا بكون حاطاه بزاويه مش كومبليت سباين، بيبقى فيه سم سورت اللي هو انكلاينيشن زي كانه قاعد على الشيزلونج شويه مرفوع سنه، بحيث الموضوع بتاع النفس بتاع يكون سهل وعمليه الامتصاص تكون اسهل بالنسبه له. فمهم جدا تنظيف منطقه الحلبه، مهم جدا تنظيف منطقه الهاله، الاثنين مش واحده، لان اثناء الرضاعه البروبر ساكلينج بحط الحلبه وجزء من الهاله داخل الفم ان ما كانش الهاله كلها في بعض الحالات. لو الهاله حجمها صغير فبيبقى كلها انترنال جوه، مع تكنيك الارضاع نفسه للطفل. وده بيفرق جدا 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 عشان اسهل عليه بروسيس الساكلينج، اسهل عليه عمليه الامتصاص او عمليه الرضاعه نفسها. طب ده شق مهم. انا النهارده عملت الكلام ده كله خطوه مش كويس في الرضاعه. الرضاعه دايما في اول فترات بعد الولاده اول 6 شهور بتكون اون ديماند في الغالب، ان انا الطفل ما بيحتاج وابقى عارفه امتى هو عايز. ودي بتيجي من خلال خبرتك في التعامل مع الطفل ومن خلال بقى كونسلتيشن مع المسؤولين في الموضوع ده اللي هم تنظيم الاسره. هتفهمك الموضوع بشكل لطيف وتقول لك هتعمليه ازاي. فبيكون عند الطلب مباشره للطفل، ودي نقطه مهمه جدا جدا. وتحاولي دايما في الفتره دي عشان ما يبقاش الموضوع اكزهاستنج بالنسبه لك او متعب، تخلي انت والبيبي مواعيد صحيانكم ونومكم تقريبا مقاربه. خلي وقت ما هو نايم انت نايمه، صحي هو صاحي، عشان ما يكونش موضوع فيه لود فيزيكالي وسايكولوجيكالي عليكي. ودي نقطه ناخد بالنا كويس عشان ما يجيش فتره تبقي مستثقله الموضوع او يبقى رد فعلك وتعاملك مع البروسيس في اجريشن او انت متضايقه او مش قادره تستحمليه او تعبانه او اكزهاستد، فده هياثر عليكي وهياثر برده على كميه اللبن والبيبي في نفس الوقت. تمام. ونقطه مهمه جدا، طب انا النهارده رضعت البيبي وخلصت الرضاعه بتاعتي، هل الموضوع خلص كده؟ لا، في تكنيكس بعملها ان انا بعد ما بخلص ده لازم ارضع برضه بريست بنفس الطريقه اللي عملتها قبل ما ابدا. تمام، ارضع الطفل. والشق الثاني تنظيف البق بتاع الطفل من بقايا اللبن المتراكم، لان هو ما بيعرفش يبلع ريقه بنفس التكنيك بتاع الادلتس. فمهم ان انا انضف المكان ده كويس. بنضفه ازاي؟ مهم جدا الانتي سيبتيك بريكوشنز، ان انا لازم اكون ايدي نظيفه جدا 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 جدا، ما عنديش ضوافر، ما فيش اي تعويض موجوده في ايدي، وحافظ على ده كويس جدا. بجيب شاشه ميه دافيه بلفها على الصباعين دول وبيبقى ايدي نظيفه قوي، وبعمل بيها مش سكراتش، انا مجرد بحطها طبطبه على سقف الحلقه عند البيبي، لو في بقايا لبن موجوده بشيلها. ونفس الكلام عند اللسان. ايه الهدف من البروسيس دي؟ ان انا برطب بق الطفل، لان وجود بقايا لبن من بعد رضاعه بقه فترات طويله هتبقى مكان مناسب جدا لظهور البكتيريا، وده يعمل له مشاكل، وتلاقي الطفل حصل عنده تقرحات وبدا يرجع وعنده مشاكل تحصل له من الموضوع ده. فمهم جدا الجزء الخاص بالنظافه سواء ليك او للطفل.
وكل مره بستخدم الموضوع ده لازم ابقى ايدي نظيفه، ما عنديش ضوافر مغسوله بيرفكتلي، عشان ما ابقاش انا مصدر ضرر للطفل، ما بقاش انا بدخله الانفكشن بايدي. فباكد الحته دي كويس قوي. البيرسونال هايجين مهمه جدا جدا جدا، وتنظيف البقايا بعد الرضاعه من فم الطفل مهمه جدا جدا، عشان ده بيكون ميديا خصبه قوي للبكتيريا وحاجات تانية هتعمل له مشاكل. ولو هو اثناء الرضاعه معاكي انت عندك تعوير، وساعات بيحصل ان ممكن مع رضاعه الطفل لو عملت سابلينج يعور لك النبل او يعور لك الحلمه، وبالتبعيه هيبقى المكان ده في ابريجنز هتسمح، او في فتحات هتسمح بدخول بكتيريا ومشاكل من فم الطفل ليكي، وده اللي بيعمل مشاكل. سيادة انا والله كنت برضها الاول كويس، وكان عورني مره او مرتين، وانا قلت مش مشكله عادي، وبقيت برد عادي لحد ما الفتره دي لقيت صدري تقيل جدا جدا. فقعد الناس بتستخدم مصطلحات تقول لك يا عامل زي ما يكون كيس الرمل، تمام، ومؤلم جدا وحرارته عاليه ومش طايق احط ايدي عليه ولا طايق ارضع منه وجسمي كله سخن، فده بدات انفكشن. هتبقى النتيجه ان انا اقول لك هنحتاج ان احنا ما نرضعش الطفل من الناحيه دي، وهنجيب البريست بامب نفضي البريست او الناحيه دي اول باول على طول عشان نقلل الاحتقان اللي موجود فيها، مع كورس انتي بايوتيك، وندور على حاجه مناسبه للرضاعه، فهندخل في دايلما كبيره احنا مش عايزينها. فمهم جدا جدا انك تاخدي بالك في موضوع الرضاعه ده كويس جدا من نفسك ومن البيبي، وتتبعي التكنيكس المتعارف عليها الصح. واتس سو ايزي، انت ممكن تلاقيها عندي في فيديوز موجوده على الاكونت، او اي حد موجود، الحاجات دي بقت موجوده جدا جدا، سو ايزي تتفرج عليها في اي بلاتفورم تتعلمي منها وتعرفي التكنيكس الصح. فمهم قوي قوي الجزئيه دي. اتمنى تكونوا استفدتوا، وستي تيون في ماتش مور فيديو. ميرسي جدا جدا ليكم على المتابعه. باي باي.